النادي الاهلي بيتعادل امام شبيبة القبائل بدون اهداف، والنادي الاهلي بيكسب نقطة عشان يضمن الصعود لدور دور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا. ولكن انت رحت الجزائر، ويا ريتك ما رحت، علشان ما عارف تمسك كورة، مش عارف تهاجم، مش عارف تروح ولا محاولة على المرمى، مفيش وجود للهجوم ابدا، برغم انك عندك كتيبة في الهجوم، عندك زيزو، وعندك تريزيجيه قبل ما يتصاب، وعندك مروان عثمان، وعندك محمد علي بن رمضان، وعندك بن شرقي، عندك نجوم قدام يقدروا يحلوا لك، ويقدروا ان انت بس اديهم الحريه، ما تبقاش جبان قوي، وان انت كمان تلعب باثنين ديفندرات واثنين رقم 6. ماشي، انت بتلعب بره عشان بتلعب خارج ارضك، بتلعب باثنين 6. طيب انت ليه المحاولات وكل الشكل وكل الهجمات اللي بتيجي على النادي الاهلي ورا، وعلى السد المنيع مصطفى شوبير ورا، هو شايل 3 كور من 6 ياردة، وشايل 6 كور من منطقة الجزاء، ده رقم كبير جدا على حارس زي مصطفى شوبير. ان هو لما مصطفى شوبير اصلا كنت انت ممكن تطلع خسران 3 أو 4. ليه؟ يعني ليه سروب مصمم ان هو يعني حسسنا ان هو مدرب عنيد، ما عندوش مرونة في التفكير، في الخطة، في التدريبات، في اي حاجة خالص. الاهلي ما شفناهوش مثلا بيلعب ضربات ثابته، الاهلي ما شفناهوش مثلا بيجيب اجوان من الركنيات، ما شفناش مثلا الاهلي بيعمل 1 2 في نص الملعب، بيعمل ثرو من العمق. النادي الاهلي النهارده ما جاش، النادي الاهلي ما حضرش، النادي الاهلي النهارده كان عنده مشاكل كتير جدا فنيه وبدنيه. النادي الاهلي تريزيجيه اللي تاني مباراه على التوالي بيجي له شد في الخلفيه، المباراه السابقه كان احمد السيد زيزو، وكل الحاجات دي كانت بتحط النادي الاهلي في حته مش حلوه، لان النادي الاهلي عنده نجوم كتير جدا كويسه، وعنده فرقه كمان جباره. ليه سروب مصمم على يلعب ده؟ كل التحيه والتقدير انه اللي شبيبة القبائل بيلعبوا على ارضهم، هي المفروض يكسبوا الحقيقه، ولكن سوء التوفيق وكمان تفوق مصطفى شوبير هو اللي منعهم النهارده ان هم يكسبوا. ولكن كمان الناس بتلعب، وناس متزينه المجموعه، وبتلعب لحد، وبتلعب بروح، وبتلعب بعزم. احنا ما شفناش الكلام ده، الروح غايبه عن النادي الاهلي بقى فتره. كمان المشكله هو النادي الاهلي مش عارف، يعني الواحد بيقعد يفكر كده، يعني لما بتفرج على المباراه مثلا وقاعد كده بفكر، وبشوف احمد نبيل كوكا، الراجل ده بيلعب باك ليفت ازاي؟ طب انت جايب محمد شكري ومشيت علي معلول وقلت له شكرا على كده عشان انت راجل كبرت وعجزت، ومشيته علشان خاطر ايه؟ تجيب محمد شكري قاعد دكه لاحمد نبيل كوكا، اللي هو بيقدم سبهلله في الملعب، بيقدم طبخ، ما بقى يا ريته بيقدم طبخ من غير ملح. يعني احمد نبيل كوكا ولا لون ولا طعم ولا ريحه ولا اي حاجه خالص في عالم كره القدم، عايز يحترف مع السلامه، ومش عارف بيلعب اساسي على شكري ازاي، وشكري اللي جايبينه على علي معلول. يا راجل انت اقسم بالله معلول لو بيلعب بعكاز لا يقدم احسن من احمد نبيل. يعني علي معلول لو بيلعب بعكاز هيلعب احسن من احمد نبيل كوكا، واحمد نبيل كوكا مش تقليل منه، لكن هو امكانياته كده، هو الراجل اصلا بيلعب نص ملعب، ما بيلعبش باك ليفت، ولكن انت وظفته باك ليفت وبتلعبه اساسي على محمد شكري، وبتقول في المؤتمر الصحفي يا سروب ان هو افضل من محمد شكري. اما انت جايب محمد شكري ليه بديل علي معلول؟ يعني او الناس اللي بالسكاونتنج او مدير التعاقدات في النادي الاهلي جايبين ليه محمد شكري على البديل ان هو علي معلول؟ يعني يا راجل ده علي معلول لو بيلعب، بقول لك بيلعب برجل واحده هيقدم احسن من الناس دي. ده علي معلول يعني الله يمسيه بالخير. ونفس الناس دي مشت عمرو السوليه، وخلينا في مؤخرا سيبك من السوليه، مشيت احمد رضا، وانت محتاج حد بيلعب في نص الملعب بعد رحيل ديانج اخر الموسم، ومصمم تلاعب ديانج. طب ما تنزل واحد تاني في نص الملعب جهزه، حتى لو من الناشئين هياخد خبره وهيتعلم وهيستفاد، وانت الافاده. لو اخر الموسم ممكن يجي له اعاره او يجي له بيع، انت اللي مستفاد، ورجع احمد رضا تاني بعد موسم ونص بتاعته ما انتهى. النادي الاهلي بيفكر بطريقه يعني كبيره جدا. مشكله امام والظروف اللي فيها امام، وان الكابتن صالح جمعه يطلع يقول انا كنت معاه امبارح، وراجل بيفكر في مستقبل وعايز يزود عقده وبتاع.
طبعا ده كلام غير مسؤول من صالح جمعه ومش جديد على صالح جمعه، بس عيب يا صالح جمعه ان انت تتكلم على واحد صاحبك قاعد معاك حتى لو بيفضفض معاك بكلمتين. لازم تفصل بين الصحوبيه وتفصل بين الشغل، ما تخرطش يا صالح جمعه بين الخرط ده والخرط ده، في فرق. وكمان امام عاشور لازم حتى لو ده حصل او ده ما حصلش، هو طلع نفى الكلام ده، لو ده حصل يا امام نقي الصحبه اللي انت تقعد معاها يا ابني. يعني الصحبه بتاثر كتير جدا على تفكيرك، على المنتاليتي بتاعتك، على كل الحاجات دي بتاثر عليك. الناس المحيطه بيك لما تبقى بني ادمين كويسين وبيتمنوا لك الخير تفرق كتير جدا. ممكن يكون بكلمه بنصيحه واحد ترجع عن قرار عن تفكير كان ممكن يأذيك كتير جدا، والعكس صحيح. فالنادي الاهلي مع سروب بدأ يمعجن وبدأ يخرط كتير جدا، وانا مش متفائل مع سروب الصراحه لانه راجل عنيد. يعني راجل عنيد انه فرص، يعني اشرف بن شرقي كان متألق جدا بعد بطوله افريقيا، قال لك ده عشان ما بيلعبش فبيدي يقعد احتياطي. وكمان الماتش اللي قبليه بيدي في وقت اكتر لحسين الشحات، والماتش ده يبدأ بن شرقي. فالراجل انت مش فاهمه. طب انت راجل لو انت عايز تدي وقت اكتر للاعيبه النادي الاهلي وعايز تدي فرص، ما اعطيتش ليه هادي رياض او عمرو الجزار او بالعامر اللي كان معاك بره احسن من نبيل كوكا. يعني خليك جريء، يعني انت مدرب خليك جريء. جمهور الاهلي قال كده، قال لك قول الحق خليك جريء، النادي الاهلي احسن فريق. انا النهارده بقول لك قول الحق خليك جريء يا سروب، خليك جريء. يعني يا سروب خليك جريء ورجع روح الاهلي ورجع عزيمه الاهلي ورجع كل حاجه. النادي الاهلي ما بيبقاش في افضل حالاته وبيكسب، وعلى الاقل بيوصل للمرمى. وعيب لما تكون انت عندك اللاعيبه دي كلها مش عارف توصل لمنطقه الجزاء او لمرمى المنافس. النادي الاهلي بيكسب. النادي الاهلي بشكل عام انا مش راضي ومتخوف جدا من اللي جاي، علشان اللي جاي اصعب. انت هتلعب ربع نهائي ونص نهائي وقبل نهائي ونهائي، وبطوله صعبه جدا بكل الاجواء اللي بره ارضك وكمان اللي على ارضك. ما بقاش فيه فريق في دوري الابطال بقى سهل ان انت تكسبه بسهوله زي زمان. لكن سروب محتاج شغل عالي كتير جدا بدني وتكتيكي وفني، ولازم يسمع لازما ودانه دي يعني يفردها كده، ويسمع للمدرب المساعد عادل مصطفى، ويسمع لوليد صلاح الدين، ويسمع لكل الناس اللي حواليه. ما بقاش سيدهم. ما ينفعش ان انت تسدهم وانت بتلعب مع فرق كبيره في قاره افريقيا وانت اول مره تدرب في القاره. فالموضوع كله يبقى يا سروب يبقى عليه لود وضغط عليك كتير جدا. اتمنى ان سروب العنيد ما يبقاش عنيد عشان نقدر ناخد البطوله دي. لو سروب فضل مصمم ان هو شمال يمين هلعب ب2-6 وهلعب ب2 ديفندرات وهفضل الخرط اللي شغال ورا عندي في الدفاع دي ده هيفضل شغال، الخرط ده كله هيكون سبب في ان احنا نخرج من البطوله. يعني هنخرج من البطوله لو فضلنا الخرط ده. وعايزين نظام تكتيكي في ارضيه الملعب. يعني عايزين واحد ينزل يمسك الكوره، سواء اللي انت حاطه بقى صانع لعب اشرف بن شرقي، زيزو، تريزيجيه، محمد علي بن رمضان، يربط الخطوط قدام، يربط الخطوط بين الوينجات. الواد مروان عثمان اوتاكا بينزل يستلم الكوره، بينزل لك يصبح ان هو صانع لعب علشان بيفضي الاجنحه علشان بن شرقي يطير او زيزو يطير. ما فيش حد بيعمل كروس. يعني احمد نبيل كوكا ما بيعملش حاجه ترضي ربنا ابدا، يعني ولا بيرفع كروس ولا بيباص ولا اي حاجه. انا مش متحامل على احمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا من ساعه ما سروب مسك وبيلعب باك ليفت انا ما شفتوش عمل كروس واحد. فالفكره كلها ان النادي الاهلي اساسا محتاج انه يشتغل اكتر من كده، محتاج ان هو يطور لعيبه اكتر من كده. ان شاء الله يكون يعني نتمنى ان الامور تتغير وتتحسن، وان شاء الله بطوله اهلاويه. ويا سروب يا عنيد ما تبقاش عنيد علشان خاطر مصلحتك ومصلحه النادي الاهلي والفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. سلام.